الاكتئاب مش ضعف ومش دايما محتاج دواء، في طرق فعالة تقدر تخرجك من الظلمة اللي جواك وترجعك للحياة. لو بتدور على أمل الفيديو ده ليك. واحد، اخرج من السرير حتى لو مفيش طاقة. أول خطوة وأصعب خطوة هي إنك تقوم. علميا حركة جسمك بتأثر مباشرة على كيمياء دماغك، حتى المشي 10 دقايق يوميا بيبدأ يغير مزاجك. اتنين، تعرض للشمس حرفيا. فيتامين د مش رفاهية، قلة الشمس بتزود أعراض الاكتئاب. كل يوم 15 دقيقة في الشمس يساوي هرمونات سعادتك تبدأ تتحرك. 3، خفف العزلة بالتدريج. دماغك هيقولك انعزل بس جسمك محتاج العكس. ابدأ بخطوة بسيطة، كلم شخص بتحبه، اقعد مع حد ساكت، روح كافيه. الاحتكاك البسيط بيكسر العتمة. 4، اكتب كل حاجة حتى الحزن. الورقة صديق أمين، لما تكتب اللي حاسس بيه بتفصل مشاعرك عن عقلك. دي طريقة علاج اسمها التفريغ الذهني، مجربة وفعالة جدا. 5، قلل السكر والكافيين. في دراسات بتقول ان السكر والكافيين بيخلوا الاكتئاب أسوأ. السكريات تديك دفعة ثم تسحبك بقوة، قللهم وشوف الفرق بنفسك. 6، مارس التنفس العميق 5 دقايق يوميا. العقل ما يقدرش يركز في الخوف، هو بيتنفس بعمق. خد 10 نفسات بطيئة من بطنك مش من صدرك كل يوم لمدة أسبوع وشوف الهدوء بيرجع ازاي. 7، اطلب مساعدة. مش عيب أبدا لو كل الطرق دي مش كفاية، اطلب المساعدة، معالج، صديق، حد فاهم، دكتور. القوة الحقيقية انك تعرف امتى تقول انا محتاج دعم. انت مش لوحدك، انت مش ضعيف، انت بتتعامل مع مرض مش مزاج، وكل خطوة بتاخدها حتى لو صغيرة هي انتصار. شارك الفيديو ده، يمكن تنقذ حد زيك مستني أمل.